السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تاخد ثواب وأنا آخد ثواب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولو مش متابعني تابعني عشان تتابع كل جديد. البطولة العربية يا جدعان بتشتعل بتشتعل. الشرطة العراقي مفاجأة، الشرطة العراقي بيطلع السد القطري ومكمل، فاهم أنت؟ بيوصل نص نهائي بمنتظر الشباب الفايز من الرجاء والنصر السعودي. ماتش برضو جامد قوي. بحيي الرجاء، الفريق الافريقي الوحيد اللي كمل، على الرغم ان الاهلي لو كان راح كان هيعرفهم يعني ايه افريقيا، بس يلا عديها. على الجانب الاخر الهلال السعودي بيمسك الاتحاد السعودي بيفرمه بمحترفينه بدنيته وبيطلعوا من البطوله، وبينتظر بقى ايه في نص النهائي الفايز من الشباب السعودي والوحده. صراحه البطوله جميله وتنظيم جميل وكل حاجه، كان ينقصها بس الاهلي عشان تبقى دعم جماهيري. اللي ضايقك بقى ان الاتحاد السعودي بيطلع جوتا ده المحترف اللي هو لسه جايبه 30 مليون اعاره. طب انت جايبه ليه؟ يقول لك تحسبه عشان هتعاقد مع حد تاني. طب انت اصلا جايبه ليه؟ انت جايب الراجل ده ليه؟ ده اهدار مال يا اسطى، ده تحاسب عليه. اقسم بالله لو انت في دوله بتحاسب بالكده تتحاسب عليه يا اسطى. انت جايبه ليه وبتطلعه اعاره؟ والتاني بتاع الهلال يعني فاز الراجل وكل حاجه، يقول لك احنا كنا محتاجين محترفين كمان زي بتوع الاتحاد. تفهم في ايه؟ كنت انت فاز على الاتحاد ومحتاج تاني؟ ما انتوا يا جدعان ما شايف الدنيا الناس بتشتري بقى، فانت تجيبوا له عايز يجيب العالم كله بقى عشان طالما يمكن، طالما متاح ان انت تعمل كده مفيش مشكله. وده جدول مباريات النهارده، فيها مباريات مهمه طبعا في البطوله العربيه وفي مباريات وديه. نتكلم بقى عن ابننا ايمن اشرف، وتعرف ان الولد ده اتحمل ضغوط قد ايه، ان كولر حتى ما ادالوش فرصه، مش مثلا لعب كولر اصلا ما ادالوش فرصه رغم انه مدافع قوي احسن من متولي اللي انت جددت له ده. الزمالك فوض ايمن اشرف بس عشان اهلاوي وعيل راجل وجدع، قال لك لا. او الخطيب بيقول له ايه، احنا فاتح لك باب العوده، يعني ممكن لو كولر مشي ممكن نلاقي الراجل ده معانا تاني. سافيو من بعد ما ساب الاهلي وسافيو اتحول، سافيو بقى واحد تاني بقى بيجيب بالاثنين وبالثلاثه. لسه اخر مباراه هو جايب هاتريك مع فريقه في الدوري البوليفي. بوفون طبعا بعد ما قرر يعتزل، معلش في اخبار كتير فانا ايه امشوا معايا في القصه يعني. بوفون بعد ما اعتزل دخل على طول الجهاز الاداري بتاع الجهاز الفني بتاع منتخب ايطاليا ويستحق. ما في يعني مين هيبقى في الجهاز الفني بتاع ايطاليا لو بوفون مش فيها؟ يعني صراحه تاريخ كبير. وعلى الجانب الاخر الاثنين بس يعني يقال ان هم بس مكملين شكلهم، ميشيل يانكو ان هو مدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي، وسامي قمصان مستمرين في الجهاز بتاع الاهلي. بس سامي قمصان وميشيل بحس ان الاثنين مفيش شخصيه. الاثنين اللي هو يذبح زكي يدرى يذبح زكي يدرى، يسلخ زكي يدرى يسلخ زكي يدرى، عشان كده مكملين. الراجل كولر مش عايز حد عنده شخصيه يكمل، لان السيد عنده شخصيه قويه كمان، مش شخصيه حتى عاديه. وخالد بيبو ده مش شخصيه، انا بقول لك خالد بيبو من الناس اللي بتتكسف وبتاع، وهيفشل في موضوع مدير الكوره ده. حتى قصه احمد عبد القادر والكلام اللي كتبه على فيسبوك ضد جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا، المفروض ما تشتمش جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا وتقعد تقول لي لجان، ده كلام عبط. قال له لا ما تعملش كده تاني واستمتع باجازتك. فين يا باشا؟ ايه اللي استمتع باجازتك؟ ده بيغلط في الجماهير. ده اتجنن يا باشا، مش من حقه يشتم الجماهير، الجماهير من حقها تنتقد وتقول اللي هي عايزه تقوله، ما تغلطش فيهم. على الجانب الاخر الاتحاد الافريقي بيحدد موعد السوبر الافريقي من 2010 ل 11/11، اللي هو طبعا 8 فرق اللي هم الاهلي وصن داونز والوداد والترجي ومازيمبي وانيمبا وسيمبا وبيترو اتلتيكو. وفي حاجه بقى برضو الناس قالوا شيكابالا رونالدو ما رضيش يديله الفالنه ورجع بعتها. ايه يا عم العبط؟ مفيش الكلام ده يا عم. ازاي يبعت ياخدها تاني والراجل انت اللي جاي له اصلا وانت اللي بتبدل معاه؟ فشيكابالا مطلع ابنه ادم بيتصور في البيت بالقميص اللي هو خادم رونالدو عشان يسكت المتخلفين اللي فيهم ناس دكاتره يقول لك يا دكتور في الكوره متخلف، وبيقول لك ان رونالدو بعت البوديجارد ياخد الفالنه. على اساس ايه يا عم؟ ما تولع ده فالنه، انت ما تخليش واحد يتكلم يا عم الحاج. الهلال بقى السعودي اتجنن وطالب الولا اوسومين بتاع نابولي الهداف اللي خلاهم خدوا الدوري الايطالي ده، عرض 120 مليون. راح نابولي وقال له ايه بقى؟ قال له عايزه 500 مليون، اللي هو قتل ده، فاهم انت؟ مش انت بتستهبل. شافك الراجل انت مجنون بقى ياخد منك بس اللي هو عايزه. وبلديه المحله بيفاوض بقى ايه؟ زياد طارق وحسام عرفات لتعزيز خط الهجوم. زياد طارق ده انا يستمر وما تجيبش كريستو، رحت جبت لي كريستو، طب ما ده ابنك وابن النادي كان المفروض يستمر. صراحه استهبال والله العظيم. كنت اتمنى طبعا الاهلي يبقى موجود في البطوله العربيه، بس قرار من الخطيب مش مشكله، كده كده تتعوض. هي البطوله اللي فقدت الاهلي، مش الاهلي فقد البطوله. وفي النهايه يا صاحبي لو كنت وصلت لغايه هنا ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد. سلام.